لو سألتك إيه هي أغرب حاجة ممكن تلاقيها على شط البحر الصبح بدري؟ طبعًا الإجابات هتكون إجابات عادية جدًا، إزازة، شبكة صيد مقطوعة، فلوس، ولكن إيه رأيك لو قُلت لك إنك ممكن تلاقي جثة، واستنى مش أي جثة، جثة راجل متشيك على الآخر، لابس بدلة كاملة وكرافتة وجزمة متلمعة، كان نايم على الرملة كأنه بيستريح، وتقرب منه عشان تصحيه تلاقيه ميت، تدور في جيوبه ما تلاقيش أي حاجة، ولا بطاقة ولا محفظة ولا حتى مفتاح، كأن الراجل دوت شبح ظهر فجأة على الشط. والقصة ديت مش فيلم، ولكن دي قصة حقيقية حصلت في استراليا سنة 1948. قصة فضلت لغز لمدة 74 سنة. فأهلا بيكم في حلقة جديدة من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي، والنهارده لغز رجل سومرتون. فعامة دي واحدة من أكتر القصص اللي حيرت أجهزة مخابرات العالم كله. ففي البداية جهز مشروبك المفضل وركز معايا عشان الحلقة دي تقيلة. ولو دي أول مرة تسمعنا ما تنساش إن أنت تعمل سبسكرايب وفولو على كل البلاتفورمز، سواء باسم أحمد غنيمي أو سواء باسم بودكاست من الأرشيف. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. بتبدأ قصتنا بإن إحنا بنرجع لسنة 1948، تحديدا ليلة 1 ديسمبر، شاطئ سومرتون في مدينة أديلايد الأسترالية. الجو لطيف والدنيا لذيذة زي كل الأيام عامة على الشط، ولكن كان في ناس بتتمشى على الشط الصبح بدري. لمحوا حاجة غريبة، لمحوا راجل نايم على الرملة، راسه كانت ساندة على حيطة خرسانية على البحر، ولكن منظره كان غريب جدا، بحيث إن السؤال مش مين الراجل اللي نايم على حيطة خرسانية ديت، ولكن كان السؤال مين ينام ببدلة كاملة على البحر. الناس على طول استغربوا وقرروا يقربوا، ولكن لقوا الراجل ما بيتنفسش. فعلى طول اتصلوا بالبوليس، والبوليس على طول جه. وهنا بيبدأ اللغز الأول في قصتنا. الشرطة جت ومعاها دكتور، والدكتور دوت كشف على جثة الراجل، ولكن الأمر اللي كان غريب إن الدكتور قال لك أنا مش عارف هو مات إزاي، لأن مفيش أي علامات عنف، مفيش طلق ناري، مفيش خنق، مفيش أي سم ظاهر. الراجل صحته زي البوم، جسمه رياضي بس ميت. فده طبعا أثار الشكوك عند الشرطة. فالشرطة بدأت إنها تدور في هدومه على أمل بسيط حتى إن هم يعرفوا مين ده، ولكن لقوا حاجات غريبة أوي. لقوا في البداية علبة سجاير، بس السجاير اللي جواها نوع أرخص من الماركة اللي على العلبة، وعلبة كبريت، وتذكرة قطر لبلدة قريبة ولكن هو ما كانش استخدمها، وتذكرة أتوبيس. وكان في برضه حاجة غريبة لاحظوها رجالة الشرطة، وهي إن كل العلامات اللي هي التاكت اللي على هدومه مقطوعة، البدلة، القميص، الكرافتة، كله كان في حد بيحاول يمسح هوية الراجل دوت من الوجود. بس اللغز الأكبر ما كانش في كل ده، اللغز كان في جيب سري صغير قوي، جيب معمول مخصوص جوه البنطلون بتاع البدلة، محدش هيعرف مكانه غير صاحبه عامة. البوليس بيلاقي ورقة صغيرة قوي متطبقة، ورقة شكلها مقطوعة من كتاب، كان مكتوب عليها كلمتين بس: تمام شد. كلمتين بالفارسي القديم معناهم انتهى أو اكتمل. الشرطة وقفت هنا وقعدت تفكر، ايه جملة تمام شد دي؟ ومين الراجل ده؟ وليه كل حاجة بتخصه مقطوعة؟ وليه مات؟ القضية اتحولت من مجرد جثة مجهولة على الشط لغز عالمي بجد، وشكل الحوار أكبر مما نتخيل. المحققين اتجننوا لأنه بجد الأمر عبثي. كلمة تمام شوت دي كانت الخيط الوحيد، وحتى هما مش فاهمين هي ليه مكتوبة أو الورقة دي من إيه حتى. ولكن بعد بحث طويل قدروا إن هما يكتشفوا الجملة دي جاية منين، بحيث إن الكلمة ديت كانت آخر كلمة مكتوبة في كتاب شعر فارسي قديم اسمه رباعيات الخيام لعمر الخيام، وهو شاعر قديم فارسي كان مشهور بكتاباته. ولكن عامة برضو مازال دوت مش دليل لأي شيء. فاللي هو حاولوا يعرفوا الورقة دي مقطوعة من أي كتاب، وعلى طول الشرطة عملت نداء في كل حتة: يا جماعة اللي يلاقي نسخة من كتاب رباعيات الخيام ناقص منها الورقة الأخيرة دي يبلغنا على طول. وكده رجال الشرطة قاعدين متعلقين على كف عفريت، مستنيين أي حد يبلغهم إن هو لقى الورقة دي، لغاية ما بتعدي شهور ويجي راجل للشرطة
ويقول لهم أنا آسف إني اتأخرت، بس أنا لقيت الكتاب دوّة مرمي في الكنبة بتاعة عربيتي من فترة، كنت فاكره كتاب بتاع أخويا، ولكن لمّا قريت الخبر في الجورنان رُحت فتحت الكتاب ولقيت اللي قدّامكم ده. لقى إيه؟ لقى الورقة الأخيرة مقطوعة بالضبط بنفس الشكل. هو ده الكتاب اللي إحنا بندوّر عليه، كتاب اللي اتقطع منه الورقة. الشرطة فتحت الكتاب بكل لهفة، قلّبوا الصفحات، وفي الصفحة الخلفية للكتاب لقوا حاجات خلّت شعر إيديهم يُقف. لقوا مكتوب بقلم رصاص شفرةٍ ما، شفرة كانت مكوّنة من 5 سطور من حروف إنجليزية ما لهاش أي معنى، بحيث إن كان مكتوب WRJOABABD. هاسيب لكم عامةً الشفرات ديّة في الdescription، ممكن يعني عشان مش هاقدر إن أنا أقرا كل ال5 سطور دُولة، هاسيبه لكم في الdescription لو عايز تقراهم. عامةً الشفرة ديّة كانت بجد محيرة للشرطة، بحيث إن الأمور كلها تصاعدت فوق بعض، شفرة وجثة مجهولة، كلمة فارسية غامضة، كتاب شعر، والشفرة ما حدش فاهمها أساسًا. إيه يا جماعة الحوارات دي كلها؟ الأمر بدأ يتعقد على الآخر خالص، والموضوع أجبر الخبراء وحتى الFBI إن هم يحاولوا يفكوا الشفرة ديّة، ولكن ما عرفوش يفكوها لغاية النهارده. ما حدش قدر يفك الشفرة ديّة. بس الكتاب ما كانش فيه الشفرة دي بس، كان فيه حاجة تانية، كان فيه رقم تليفون، رقم تليفون لواحدة ست. الست دي كانت عايشة في بلدة قريبة من شاطئ سومورتون. الست دي كان اسمها جيسيكا تومسون، أو زي ما كان بيطلق عليها جاستين. الشرطة راحت على طول على بيت جاستين، ولما وروها صورة الجثة رد فعلها كان غريب جدا، بحيث إن المحقق اللي كان قاعد في الجلسة قال إن هو حس إنها كانت يعني إيه خلاص فاضل لها حبة ويغمى عليها، وإنها كان شكلها مرعوب جدا أول ما شافت صورة الجثة. بس لما سألوها تعرفي الراجل دوت، قالت لأ، أول مرة أشوفه. فالأمر كان غريب جدا بالنسبة لهم، اللي هو إحساسها إنها خايفة وردة فعلها ديت، ولكن مفيش أي شيء يقدروا يعملوه ليها. ولكن سألوها إزاي رقمك على الكتاب بتاعه، فكان ردها إنها ما تعرفش إزاي رقمها أساسا وصل للكتاب دوت. والأغرب بقى إنها قالت لهم إنها كانت بتمتلك نسخة من الكتاب دوت اللي هو رباعيات الخيام، وإنها اديتها لراجل تاني، اديتها الراجل اسمه ألفريد بوكسال، والراجل دوت كان ضابط في الجيش. الشرطة قالت بس لقيناه. اضطروا يدوروا على ألفريد بوكسال دوت، ولقوه فعلا لو هو عايش في مدينة تانية، ولكن كانت مدينة بعيدة عنها شوية. سألوه هل انت فعلا معاك نسخة من كتاب رباعيات الخيام؟ قال لهم اه هي معايا. كانت هنا الصدمة، طلع لهم نسخة سليمة، والورقة الأخيرة اللي كان مكتوب فيها جملة تمام شد موجودة فيها. فرجالة الشرطة هنا اتصدموا بجد، اللي هو يعني إيه؟ يعني جاستين كدبت؟ أو على الأقل ممكن يكون في نسخة تانية من الكتاب اللي هي نسخة الراجل الميت. وهنا احتار رجالة الشرطة عامة، وخلاص شافوا إن اللغز دوت ملهوش يعني عامة حل، وتعتبر إن القضية اتقفلت على كده. ورجل سومارتون اتدفن، وكان مكتوب على شاهد القبر بتاعه هنا يرقد الرجل المجهول الذي وجد على شاطئ سومارتون. واللغز فضل لغز. طبعا قصتنا لسه ما انتهتش، ولكن السنين عدت وعقود عدت، والقضية من كتر ما هي كانت غريبة جدا اتحولت لأسطورة، وطلع ليها نظريات ملهاش آخر. يعني مثلا أول نظرية كانت هي نظرية الجاسوسية، وكانت أقوى نظرية في الفترة دي، بحيث إن أستراليا وقتها 1948 كانت في قلب الحرب الباردة، وكان عندهم قاعدة صواريخ سرية قريبة من المكان. ففي نظريات طلعت إن ممكن الراجل دوت كان جاسوس روسي، وهل جاستين كانت جاسوسة هي كمان؟ هل اتقبض على الراجل دوت وتم إعدامه بسم محدش يكتشفه عامة، وسابوه كده اللي هو في قلب البحر؟ وكان في برضه نظرية تانية، ودي كانت نظرية الحب الممنوع. هل الراجل دوت كان عشيق جيستين السري؟ هل هي متجوزة وهو جه يهددها؟ هل جوزها قتل ورماه على الشط؟ اللغز فضل زي ما هو لحد ما بتيجي سنة 2009 بيجي واحد بروفيسور كده في جامعة أديلايد اسمه ديريك أباوت، أخد القضية ديت على كتافه حرفيا. الراجل شخصنها جدا، قرر إن هو يحل اللغز اللي بقاله 60 سنة. أباوت بدأ إن هو يربط الخيوط، واكتشف حاجة صدمت الكل. جوستين الست بتاعت رقم التليفون كان عندها
ابن، والابن دوت كان شبه رجل سمارتون بشكل مخيف جدا. طبعا انت هتقول لي ايه علاقة دوت بالموضوع، يعني ان هو مجرد راجل شبهه عادي، في اشباه كتير. هقول لك ان اباوت بدأ يشخصنها جدا. اباوت بعد ما عرف ان ابن جاستين شبه رجل سمارتون جدا، هو شخصن الموضوع على الاخر. هو راح اتجوز بنته اللي هي حفيدة جاستين، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وبمساعدة خبيرة في علم الأنساب اسمها كولين فيتزباتريك، وبتحليل الدي ان ايه من شعرتين كانوا موجودين من جثة الرجل سمارتون يوم 26 يوليو 2022، بعد 74 سنة بالتمام والكمال. البروفيسور ديريك أباوت أعلن للعالم كله إن اللغز اتحل. احنا عرفنا مين هو رجل سمارتون، الرجل المجهول. اسم الرجل المجهول دوت كان اسمه كارل شارلز ويب، أو كارل ويب. وكارل ويب دوت كان على عكس التوقعات مش جاسوس روسي ولا عشيق سري، ولكن ده كان مهندس كهرباء من مدينة مولبورن الأسترالية. كان راجل عادي جدا. بس المشكلة هنا، ايه اللي جابه شاطئ سمارتون؟ وليه كان منتحل شخصية؟ وليه هدومه كانت من غير تيكت؟ وليه ساب معاه شفرة كلمة تمام شوت؟ الاكتشافات بدأت واحدة ورا التانية، بحيث إن الاكتشافات الجديدة بتقول إن كارل ويب دوت كان بيكتب شعر، وإن هو كان يعرف جاستين اللي هي الست اللي أنكرت معرفته، ويبدو إنه كان زي بيبعت لها جوابات غرامية، بس هي كانت ست متجوزة. ولكن الأمر ده برضه في الأول وفي الآخر ما يحلش أي شيء، ما يحلش اللغز، وينقلنا لنظرية تانية وهي الأقرب دلوقتي، وهي إن هل كارل لما راح يقابل جاستين لآخر مرة المقابلة دي فشلت بحكم إنها ست متجوزة ومش عايزة إنها تخون جوزها، فكارل قلبه اتدمر يعني وقرر إن هو ينهي حياته وينتحر، ولكن عمل كده بسم محدش يكتشفه، واللي هو من كتر الزعل يعني كتب لنفسه شهادة الوفاة اللي هي كنوع من أنواع إن هو فشل في الحصول على حب وهكذا. وكانت دي الجملة اللي قطعها من الكتاب اللي هي تمام شد أو انتهى. ولكن للأسف ما كانش حد اكتشف أي إجابة للأسئلة ديت خلال 74 سنة، والعالم بيدور على اسم للشخص دوت. ولما لقينا الاسم اكتشفنا إننا فتحنا مليون سؤال جديد على نفسنا، بحيث إن احنا عرفنا مين هو كارل ويب، بس لسه ما نعرفش هو ليه مات أو سبب وفاته. ليه ساب حياته في مولبورن؟ وليه الشفرة اللي محدش حلها؟ وليه جستين أنكرت معرفتها بيه لحد ما ماتت؟ هل كانت بتحميه ولا بتحمي نفسها؟ حتى مع اكتشاف اسمه هتلاقينا دايما داخلين في دوامة كبيرة من الأسئلة. يمكن كارل ويب دوت ما كانش جاسوس، بس قصته بجد كانت لغز مخابراتي رهيب. ويمكن تمام شد دي ما كانتش مجرد كلمة في كتاب شعر، يمكن كانت رسالة وداع، رسالة بتقول إن ساعات الحقيقة بتبقى أغرب من أي خيال. ملف رجل سمارتون اتقفل، ولكن أسراره لسه عايشة في أرشيف الزمن إلى أن يأتي وقت ونلاقي ليها إجابة. فعامة دي كانت حكايتنا النهاردة فمن الأرشيف. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش إن أنت تعمل شير ولايك وتعمل فولو على كل بلاتفورمز، وقول لي إيه الملف اللي نفسك نفتحه المرة الجاية. وما تنساش تقول لي رأيك تحت في الكومنتس، هستنى إن أنا أشوف الكومنتس بتاعتكم. وكان معاكم أحمد الغنيمي، وأشوفكم في حلقة جديدة من الأرشيف، وسلام.